السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا شباب، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع حلقة النهاردة ريسيفر اتش دي ميني. العميل بيقول إن الجهاز قطع إشارة. أنا فكيت طبعا المسامير بتاعة الجهاز عشان وقت الفيديو يعني. طبعا هو ما جابش المفروض هنا في عدسة ريموت بتركب في الجاك اللي هنا ده، بيعرفنا الريموت إذا كان شغال ولا لأ. هنوصل كده إن شاء الله الجهاز باور. هنشوف القياسات بتاعته. طبعا اول فولت بنقيسه ل5 فولت، بيبقى على الملف اللي ورا سوكت الباور هنا. على الملف ده المفروض نلاقي عليه 5 فولت اهو، تمام. وتاني حاجة الملف اللي بعديه على طول بيبقى عليه 3.3 فولت، تمام. وفي عندنا هنا منظم الجهد، المفروض ده منظم الجهد 1.7 اهو، او 1.8 يعني، هو حوالي 1.8 فولت. وبيبقى عندنا الملف ده بيبقى المفروض عليه 1 فولت، تمام. والملف الأخير ده بيبقى المفروض عليه 12 فولت اللي بيروحوا لدايرة الإشارة. على الفولتيات دي كده اللي احنا قسناها، المفروض الريسيفر كده شغال. نيجي نقيس كده في خارج على التونر هنا، مفيش أي خارج اهو يا شباب. المفروض بيبقى فيه هنا 13 فولت أو 18 فولت اللي هو الفي والاتش يعني. مفيش أي فولت هنا كده خالص، يبقى الجهاز ده كده معانا قطع إشارة. طيب لما الجهاز يجي لك كده قطع اشاره، الخطوات اللي احنا بنتبعها يعني. الجهاز لما يجي لك قطع اشاره، طبعا اول منطقه بنروح لها هي منطقه الاشاره. ما بتروحش طبعا تدور في اي مكان تاني، لان المفروض الجهاز على كده لو العدسه راكبه هتلاقي الجهاز شغال واي باور. بتروح على المنطقه بتاعه الاشاره هنا، المسؤول عنها اللي هو الاي سي الاشاره نفسه، واي سي التونر، واي سي الاشاره هنا. يعني لاحظت عليه ان هو زي ما يكون في حرق هنا. نفصل بس كده، مش عارف هتبقى باينه معايا في الكاميرا ولا لا. زي ما انتم شايفين كده في حرق اهو، والمكثف اللي جنبيه فيه انتفاخ زي ما انتم شايفين. تقريبا الفولت عالي هنا، حرق الاي سي وعمل لنا انتفاخ في المكثف زي ما انتم شايفين. هو الاي سي ده رقمه اس 8036. ممكن يركب مكانه برضو 8035 هيشتغل برضو. وعندنا طبعا المكثف ده زي ما انتم شايفين هيتغير، والمكثف ده قيمته 100 على 25 فولت. هنغير دلوقتي اي سي الاشاره. انا عندي هنا اس 8036 جديد اهو. هنغير كده الاي سي ان شاء الله كده مع بعض. غيرت انا يا شباب هنا الاي سي، اي سي الاشاره، وغيرت المكثف. جبت مكثف اعلى شويه. المكثف ده طبعا قيمه الفراد بتاعته قليله، فعشان كده ما استحملش درجه الحراره وانتفخ زي ما انتم شفتوا كده. وده الاي سي اهو، كان رقمه اس 8036. ركبت انا نفس الرقم، وممكن برضو 8035 يشتغل. هنوصل كده وناخد قياسات تاني مع بعض. بسم الله.
كنا احنا قسنا في اول الفيديو ما كانش فيه فولت على خارج التونر هنا. في حاجة نسيت اقولها لكم يا شباب. المفروض احنا عملنا غلطة دلوقتي. المفروض احنا قبل ما نوصل باور، بعد ما بنغير الاي سي ده بالذات، المفروض نقيس على الاتنين دايود دول، نتأكد ان مفيش واحد فيهم شورت، عشان اوقات بيجي واحد فيهم شورت هو اللي بيعمل المشكلة في الاي سي. الاتنين دايود دول نجيب كده على وضع الصفارة، نقيس كده على اطراف الدايود. تمام. التاني برضو تمام. زي ما انتم شايفين كده. قبل ما نوصل لازم طبعا نطمن على الاتنين دايود دول. الحمد لله ان هم مفهومش مشكلة. لازم في دايرة الاشارة بالذات لازم تطمن على الاتنين دايود دول بعد ما تركب الاي سي قبل ما توصل باور، عشان بس ما تغلطوش نفس الغلطة دي. هنيجي نقيس كده على خارج التونر هنا، زي ما انتم شايفين كده يا شباب اهو 18 فولت. بس طبعا احنا ما عملناش العدسة ولا الريموت عشان نجرب القنوات الفي والاتش. احنا شفنا في اول الفيديو ما كانش فيه خارج هنا خالص، كده الخارج تمام. المفروض نوصل الريسيفر يشتغل ان شاء الله، يجيب اشاره معانا. زي ما انتم شفتوا كده يا شباب، الخطوات بسيطه، واهم حاجه الكشف الظاهري. لقينا الاي سي فيه حته محروقه من الجنب من هنا، غيرناه الحمد لله، والمكثف كان منتفخ. غيرناه وجبنا واحد قيمته اعلى شويه. انا خليت المكثف لبره عشان طبعا هو حجمه كبير، الغطا مش هيقفل، بس كده كده البوردة صغيرة على الهاوسنج هيقفل، يعني الكفر بتاعه هيقفل كويس. في مساحة هنا في الهاوسنج اهي، نيجي نقفل ده هنا كده اهو، تقفل تمام يا شباب. يا رب نكون استفدنا من الحلقة، وان شاء الله اشوفكم فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.